السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده الغدا. حبيت ان انا اشاركه معاكم. هو غدا كده سهل وبسيط وكمان مش مكلف. هعمل معاكم صينية جلاش باللحمة المفرومة، وهحمر كمان معاها شوية مكرونة وكمان هعمل بطاطس مقلية. بس ده هيكون الغدا بتاع النهاردة، وكمان مش هياخد معانا اي وقت. جبت كده هنا طاسة وحطيت فيها شوية من السمنة، وفرمت كده بصلتين. فرمت بصلتين وسط حجمهم كده وسط يعني. لو البصل اللي عندك كبير يبقى هي واحدة بس، عشان ما يبقاش البصل يعني كده الكمية بتاعته كبيرة وكده. طبعا بعد ما فرمت البصل نزلت كده بيه على السمنة. شوحت البصل كده شوية. طبعا احنا البصل مش هنخليه يتحمر، هو بس يدبل. ونزلت كده هنا بربع كيلو من اللحمة المفرومة اللي معايا. يعني حاولي ما تخليش البصل بتاعك كتير، عشان خاطر طعم اللحمه يبقى ظاهر يعني معاكي في صينيه الجلاش وكده يعني. طبعا لو حابه تضيفي فلفل اخضر ما فيش اي مشكله، بس انا حبيت ان انا اخليها كده اللحمه والبصل بس. هبدا هنا كده طبعا بعد ما شوحت كده اللحمه مع البصل شويه. هبدا انزل كده بالتوابل اللي معايا. ضفت هنا كده اول حاجه شويه ملح، وهضيف كمان شويه فلفل، ومعايا بهارات، 7 بهارات. هبدا انزل كده بال7 بهارات اللي معايا. لو حابه تضيفي اي توابل تاني براحتك يعني، بس انا استكفيت بدول. خلاص كده يا بنات. اللحمه كده كانت جاهزه يعني. طفيت عنها وجبت هنا كده الصينيه بتاعتي اللي انا هرص فيها الجلاش. جبت كده لفه الجلاش بتاعتي. طبعا عديت الورق بتاعها، شفتوا كام واحده يعني عشان اقسمهم. بخلي جزء كده من تحت والجزء التاني، وبعدين احط اللحم في النص، وبعدين ابدا انزل كده بباقي كميه ورق الجلاش اللي معايا. يعني لفه الجلاش اللي معايا ديت كانت حوالي 12 ورقه. حطيت كده 6 من تحت. طبعا بين كل واحدة والتانية بدي كده مسحة بسيطة خالص من السمنة، عشان ما يبقاش الجلاش بتاعك تقيل معاك وكده في الأكل. بدي مسحة كده بسيطة زي ما انتم ما شايفين كده. رصيت كده 6 طبقات، وبعدين نزلت كده بكمية اللحمة اللي معايا، وبعدين هبدأ أرص كمان الستة التانيين على اللحمة. طبعا لو حابة تضيفي فلفل اخضر، حابة تضيفي جبنة، براحتك يعني. بس هي انا بعملها كده يعني بستكفى باللحمة بس. طبعا هنا كده الصينية بتاعتي ورقة الجلاش كبيرة عن الصينية، يعني عريضة عن الصينية. فببدأ ان انا اطبقها، يعني بطبقها كده من الناحية ديت مرة، وناحية يعني كده ببدل. بس طبعا خلصت كده الصينية خالص ركنتها. مش هدخلها الفرن دلوقتي غير لما قرب الغدا يعني وكده، عشان تكون سخنة. فطبعا انا بقى جهزتها يعني وظبطتها وخليتها على الرخامة، بحيث ان هي عشان اول ما قبل ما احط الغدا يعني ادخلها الفرن، هي مش هتاخد اي وقت معايا وتبقى سخنة يعني وكده مع الاكل. فهنا جبت كده حلة وحطيت فيها شوية من السمنة، ونزلت كده بحوالي نص كيلو من المكرونة، وهبدأ كده ان انا احمرهم معاكم. أكلة حلوة وبسيطة وكمان مش مكلفة، وما بتاخدش معاكي وقت خالص يعني في انك انت تيجي تعمليها. خلاص كده يا بنات حمرت كده المكرونة اللي معايا. وطبعا الحلة اللي كنت حاطة شوربة على العين التانية سبتها كده لحد ما غلت، بحيث ان هي يتسرع معايا كده في سوى المكرونة يعني وكده. طبعا بعد ما المكرونة ما اتحمرت حطيت الملح ونزلت كده بالشوربة. غطيت المكرونة بتاعتي بكمية الشوربة، وبعدين غطيتها بالغطا بتاعها، وسبتها كده على نار عالية لحد ما تتشرب، وبعدين ابدأ اهدي عليها النار. لو لقيتها محتاجة شوربة تاني بزود، مفيش اي مشكلة يعني. سبت المكرونه بتاعتي كده لحد ما تتشرب وتستوي. دخلت هنا كده، رجعت كده لصينيه الجلاش بتاعتي قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم تقطعي صينيه الجلاش بتاعتك قبل ما تدخل الفرن، عشان
لو حطيتيها زي ما هي من غير ما انك انت تقطعيها، بعد ما تطلع من الفرن مش هتعرفي تقطعيها خالص، هتبقى ناشفة وهتكسر معاكي. فلازم كمان تقطعها عشان الخلطة اللي انت بتسقي بيها الجلاش تدخل كده ايه، في الحتة اللي انت مقطعاه وكده يعني كمية الجلاش كلها تشرب منها. عملت هنا كده الخلطة اللي انا زجيت بيها الجلاش. جبت بيضة ضربتها كده، وكمان حطيت لها شوية ملح ورشة فلفل، وكمان شوية حوالي كده مغرفتين كده من الشوربة. انا بعملها على طول بلبن وبيض، بس ما كانش متوفر عندي لبن، فايه لقيت الشوربة يعني، فقلت مفيش اي مشكلة يعني هزودها شوربة وكده. فهي البيضة وشوية الملح والفلفل ومغرفتين كده من الشوربة، بس قلبتهم كده مع بعضهم، ورحت زجت الجلاش بتاعي ورحت مدخلها الفرن كده على طول. بوريكم كده يا بنات بعد صينية الجلاش ما طلعت من الفرن ده شكلها. وكمان هنا كنت بحمر البطاطس وطفيت عن المكرونة كمان، فالاكل كله كده مع بعضيه كان سخن وحلو كده، جاهز على الغدا على طول. وادي شكل كده الاكل اللي بتاعي بعد ما خلص، بعد ما جهزت كده كله يعني وغرفت. بوريكم كده الشكل كده الجلاش بتاعته بعد الجلاش بعد ما طلع من الفرن، وكمان المكرونة والبطاطس. ده غدا، ده غدانا يعني. طبعا لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسيش تنزلي تحت على كلمة اشتراك تضغطي عليها، وتضغطي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك كده اشعار بفيديوهاتي كده على طول. وما تنسيش اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، وطبعا شجعوني كده بكومنتاتكم الحلوة. ادي يا بنات كده شكل الغدا ما شاء الله حلو، وكان طعمه بجد كان طعمه تحفة. أكلة سريعة واقتصادية يعني. بحب اوريكم كده طبعا بعد ما بغرف الاكل بحب اوريكم كده شكله بيكون عامل ازاي. وهنا كده نهاية الفيديو، مع السلامة.